تفضل يا خالد. السلام عليكم. مساء الخير، مساء النصر، مساء العزة والصمود والشرف لكل الموجودين في غرفة النضال، غرفة الأشراف، غرفة الأبطال، غرفة القائد والمعلم معمر القذافي. تحية المساء لكم جميعا. ولكل من يسمع في إطار سرة الآن. تحية للأدمن المناظر من أنتم. تحية لشهداء ماجر على هذا السرد والتحليل الرائع. تحية ليك أخوي معسكر. شكرا لواء الحرس، بارك الله فيك. أني دخلت في الغرفة وأنتم تتكلموا على الأخوان المسلمين أو المتأسلمين. مرحبتين نبدأ. منتصرون 12، بارك الله فيكم، ربنا يطول عمرك. الأخوان المتأسلمين في العالم، الحركة الماسونية اللي هي ما تقتصر عليه مصر فقط. اوعوا تفكروا ان حركة الأخوان المسلمين في مصر ولا جزء منها في ليبيا. هي حركة عالمية منظمة واجهتها إسلامية، ولكن تركيبتها الداخلية هي عميلة للمخابرات الأجنبية، تعمل كذراع عسكري وسياسي للغرب، ممولة من الغرب، مجهزة مدربة من الغرب. الأمر اللي خلاني نتكلم في هذا الشأن هو الفضيحة اللي حدثت من أيام، مش عارف إذا كنتم مطلعين عليها، اللي حتودي بكرسي الرئاسة الأمريكي إلى الهاوية. فضيحة اجتماع السري للمخابرات الأجنبية في القاعدة الأمريكية في ألمانيا. لو تشوفوا بنود هذا الاجتماع تحط يدك على راسك، تقول أنا وين كنت ماشي في أي تيار. كيف المخابرات تعمل، كيف تشتغل هذه المخابرات. وإحنا من سنوات كنا نغرق في سبات عميق. لا أقصد إحنا اللي هم الليبيين، أقصد العرب والمسلمين. وثيقة سربت من داخل القاعدة العسكرية في ألمانيا توضح دعم هذه المخابرات لحركة الأخوان المسلمين. مجتمعين في ألمانيا، تو نسميكم حتى الناس اللي مجتمعين. دقائق بس. اللي مجتمعين المخابرات الأمريكية الUSA، وممثل عن الموساد، وممثل عن القوات البريطانية في قبرص، وممثل عن وزارة الدفاع الفرنسية، وممثل
عن غرفة العمليات لحلف شمال أطلس. هذوم اللي مجتمعين من يوم 16 إلى يوم 18/8/2013. يعني ولمس مانيش عارف عندي صوت ولا في مشكلة بالصوت. شكرا. من يوم 16 إلى يوم 18/8، احنا اليوم في 26 تقريبا، يعني لهم 10 أيام يناقشوا في تداعيات سقوط الإخوان المسلمين في مصر، قبول الحرب يا معسكر. ما تركزوا شوي، ركزوا بالله على الكلام اللي بنقوله، راه خطير جدا. راهو أنتم الآن الشعوب العربية في ليبيا وفي مصر وفي تونس، أنتم الآن اللي حتوقفوا هذا المخطط، وإلا حنبقى أسرى عند الإخوان المسلمين طول العمر، لأن أمريكا تطردهم وتلفظهم وتستغنى عنهم. هذا الكلام خطير جدا وصل للمصريين، ويجب أن يوصلنا ونعيه جيدا. شوفوا شنو يقولوا. طبعا مصنف انه سري جدا. قالوا يتفاهم المجتمعون اللي هم مجتمعين في القاعدة الأمريكية على أن أعمالهم لم تنتهي بعد بسبب أجندة البحث، وبسبب الحاجة لبعض الدراسات الإضافية والنتائج المعروضة. هذا كله تو ما نبيش. وهذا الاجتماع المطول قد تبنى مواقف يجب المباشرة بتنفيذها بانتظار اتخاذ باقي القرارات. النقطة الأولى، قالوا قياداتنا السياسية اللي تمثل في ألمانيا وفي أمريكا وفي بريطانيا وفرنسا وتركيا، تذكرنا قياداتنا السياسية أننا بحاجة لحوالي 2 من القرار الحر في منطقة العمليات. منطقة العمليات بتاعهم اللي هي سوريا ومصر وشمال أفريقيا. قالوا قادتنا السياسيين بلغونا وقالوا لنا نبوا 2 أخرى باش احنا ننهي أعمالنا في منطقة العمليات بتاعنا، باش نأمن أنفسنا ونأمن إسرائيل. باهي شنو يبوا فيها 2؟ قالوا ذلك لإنهاء السدود على مصادر النيل في إثيوبيا وأوغندا وبعض المواقع الأخرى من ضمن النهر الصناعي. 2 باش ينهوا السدود اللي تقطع مياه النيل على مصر في إثيوبيا وأوغندا. وتمكننا من مياه وادي الفرات بواسطة السدود التركية، يعني قطعنا المياه الفرات نتحكموا فيها، هذا انتهينا منه بواسطة تركيا وسدودها. ولكننا بحاجة إلى 2 إضافيتين من حكم الإخوان المسلمين هناك. يقصدوا في وين؟ في منطقة العمليات اللي هي في شمال أفريقيا، تحديدا مصر وليبيا وسوريا. أخذكم في الفاتح، قلت لكم في رتل من الجردان المسلحين جاي من طريق المطار إلى طرابلس. بالله يبلغوا أي حد من الحرارة. نستمر في هذا التقرير، نكمل كلامنا. معايا أنتم مركزين. شوفوا يعني ركزوا بالله، يراوا كلام خطير جدا. قيادتهم السياسية بلغتهم المجتمعين، قالت لهم راه نبي مشاكل لمدة 2 في هالمناطق. هذا اجتماع ولمس يوم 16 في هالمناطق، سوريا، مناطق العمليات كلها، لبنان، مصر، تونس، ليبيا، بحيث أن نكمل. عندي أعمال لازم نكملها.
من ضمن الأعمال السدود المائية. قالت لهم كملنا سد الفرات، عليكم السلام، ومازال نبوا نقضوا على سد على نهر النيل، بنديروا له سدود في اثيوبيا واوغندا. وما كيف الراي يا قيادة السياسية؟ قالت لهم ضروري من الحفاظ على حكم الإخوان المسلمين لمدة عامين على الأقل، بحيث أن نكمل إنجازاتنا. هذه قيادة أوباما وفرنسا وبريطانيا قالوا لازم يحكموا الإخوان المسلمين على الأقل عامين باش احنا نقدروا نكملوا الاستكمال المؤامرة على الدول العربية، باش احنا نقدروا نكملوا الإسلام. هذه النقطة. وحاجة ثانية قالت لهم النظام التركي مهدد بشكل جدي. شفتوا على من بيخاف؟ على إسرائيل باعتبار بيأمنوا لها المياه، والنظام التركي المهدد بشكل جدي. إذا لا تزال عفوا أن المخاطر لا تزال كبيرة. بعد سقوط الإخوان المسلمين قالوا أن المخاطر لا تزال كبيرة، ولا يمكننا درءها مع نظام ثابت في مصر لا يعترف بقراراتنا. شوف الكلام. قال لك احنا بعد سقوط الإخوان المسلمين المخاطر زادت ولا يمكن تجاهلها ودرءها والابتعاد عنها مع نظام ثابت في مصر. يعني لازم مصر نسببوا لها إزعاج وقلقلة وحروب داخلية وحرب أهلية، بحيث تقعد القيادة المصرية في شلل تام. احنا هيك نقدر نشتغل. ما دام ما قدرناش نحط الإخوان المسلمين في الحكم، لازم نسببوا حرب أهلية وشلل في القيادة السياسية وفي القرار المصري. راهو نقول لكم كلام مش تقولوا هذا يتكلم على مصر. أرى القصة مش في مصر. هذا يعني مؤامرة على الكل، علينا احنا في ليبيا، على تونس، على مصر، على سوريا، على السعودية. تو بنشوف السعودية شنو قايلين عليه. قالوا إن خسارة مرسي تكاد تكون أكبر من خسارة مبارك. هذوما القياديين اللي اجتمعوا. قال لك مرسي خسارته لينا أكثر من مبارك، والحاجة إذن ملحة لكسب الوقت في مصر وإبقاء القرار السياسي الاقتصادي في حالة شلل. شوفوا بالله تفكيرهم. قالوا احنا خسرنا مرسي، خسارتنا لمرسي أكبر من خسارتنا لمبارك، ولازم نبقي القرار السياسي اللي هم يتمثل في الحكومة المصرية، في الرئيس المصري المنتخب، عفوا الرئيس المصري المكلف المؤقت وحكومته، إضافة إلى القيادة العسكرية المصرية، لازم نبقوهم في حالة شلل، ما نخليهمش ياخذوا أي قرار مصيري استراتيجي اقتصادي سياسي، نخليهم لاهيين فيش في 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 مشاكلهم اللي داخل. عبد الفتاح السيسي يبدأ له في الإخوان وفي القتال الداخلي، والرئيس المكلف يبدأ له في الأحزاب، ويرضي هذا ويجيب في هذا ويكلف الحكومة هذه وتسقط. يقعدوا هيك حاسين في بعضكم يا مصريين، لأن احنا نكسبوا السنتين هذين. يعني الحرب على مصر حتستمر سنتين. هذا في مخططهم. النقطة الأخرى بالله، شوفوا التفكير الإرهابي للغرب وين يوصل. قال لك إن معدل القتلى في سوريا والعراق هو في حدود 6000 شهريا. معدل القتلى حاسبين هم في سوريا والعراق، قالوا احنا وصلنا لأن نوصلوا هذا المعدل في سوريا والعراق إلى 6000 شهريا، 6000 قتيل. علشان نضمن أنفسنا وعلشان نشتغل براحتنا، يجب أن يصل هذا الرقم
في جميع الدول اللي هي مناطق العمليات، وعلى هذا المعدل أن يصل إلى رقم مناسب لإشغال البلد عن قدرته في التأثير الإقليمي. يعني لازم نوصل مصر إلى 6000 قتيل شهريا، لازم نوصل ليبيا إلى 6000 قتيل شهريا، لازم نوصل تونس كذلك. شوف التفكير الإرهابي وين يوصل. قال احنا وصلنا سوريا إلى 6000، ووصلنا العراق إلى 6000، هيك ضمناها خلاص. هذين ما عاش لها تأثير سياسي خارجي إقليمي. مصر كذلك علينا أن نوصلها إلى 6000 قتيل. ليبيا كذلك نوصلها إلى 6000 قتيل يوميا، شهريا عفوا، باش هم يشتغلوا براحة. ربما كان ضعف هذا الرقم في مصر بما في ذلك الدلتا والجنوب وسيناء، ويجب درس هذا الرقم بدقة حتى لا تتعرض مواردنا للخطر. قال لك الرقم هذا لازم نوصلوه لمصر ل 6000 في الدلتا والجنوب وسيناء وفي مصر نفسها، وإلا مصالحنا ومواردنا تتعرض إلى الخطر. لقد أتى قرار مواجهة الإخوان مفاجأة سيئة لنا، مش متوقعين من الشعب المصري هذا القرار، مش متوقعين أن 30 يونيو هيسقط عملائهم الإخوان. ركزتوا على الجملة. أتى قرار مواجهة الإخوان مفاجأة سيئة لنا. سيئة لمن؟ للغرب. إذ أن كل التقارير الاستخباراتية اللي جتهم التي عرضت علينا أشارت إلى غياب قدرة اتخاذ القرار عند المصريين. قال لك لا المصريين غير عين كلام، ما يقدروا يطيحوا حكومة مرسي ولا الإخوان، غير هيك ما هم شو اسمه. لما تفاجئوا يوم 30 يونيو بخروج المسيرات المليونية في مصر بالملايين وسقوط الإخوان، قال لك تفاجئنا، كانت صدمة سيئة لنا ما كناش متوقعينها، لأن التقارير اللي عندنا ما تقولش هيك. وبالتالي هم سارعوا بسرعة إلى هذا الاجتماع. يسجل الحاضرون اللي هم بتاع الاجتماع الموقف المؤسف. شوف كيف بياخذ معدين. الموقف المؤسف لأقباط الولايات المتحدة، في أقباط في الولايات المتحدة مسيحيين الذين رفضوا التعاون مع حكومة بلادهم، حكومة الولايات المتحدة في أي عملية تدخل، وأيدوا الإدارة الانتقالية المصرية، أيدوا ثورة 30 يونيو، مما قد يؤثر سلبا على حرية حركتنا. يعني قبل بنتحركوا من خلال الدين، حرقنا كنايس، بلغنا الإخوان المسلمين يحرقوا الكنايس وفي الفعل حرقوهم. نحسابوا الأقباط بيتحركوا، تقول أقباط عليكم السلام، تقول أقباط لا، قال لك هذه ثورة شعبية ما هوش انقلاب عسكري وإحنا معاها الثورة الشعبية. تفاجئوا بموقف الأقباط. عرفتوا توا من اللي يحرق في الكنائس. هذه النقطة. يضاف إلى ذلك التصرف المتوحش لتحالف الإخوان المسلمين، والذي يشبه تصرف قبائل الأباتشي الذي أدى إلى استهلاك مبذر للموارد البشرية والمادية، والناتج عنه تسرع في الهجوم بلا حساب وسوء التخطيط، مما أدى إلى إفشال فرص كانت متاحة. الإخوان المسلمين لما وصلوا للسلطة قعدوا يديروا في تصرفات، احنا في مثل يقولوا جيعان وطاح في الشيشة، جواع وطاح في السلطة، قعدوا يديروا في تصرفات وحشية.
بسرعه حول فلان، حط له اخوان المسلمين، بسرعه حول الوزاره هذه حطها اخوان المسلمين. يعني اخونوا مؤسسات الدوله في مصر. زايد انهم بسرعه فتحوا التصرفات مفضوحه بالفعل. قال لك تذكرنا بتصرفات قبائل لاباتشي زمان اللي هم في امريكا. تصرفات بشريه وماديه وسوء تخطيط خربت على المخابرات الغربيه عده فرص. قالت مما ادى الى افشال عده فرص كانت متاحه. تو مازلنا ما خشناش في الكلام الكبير هذا كله قاعد قاعدين في البدايه. ان تبعتر مواقف المتحالفين معنا تقتضي العمل على اعاده توحيد وتنسيق مواقفهم باشراف موحد. قال لك عندنا كانوا حلفاء لينا مواقفهم تغيرت او تبعترت. واحد، التأكد من القيادة التركية ألا تبالغ في إظهار مواقفها كما فعلت في سوريا. يعني يا تركيا خليك يعني وسطية في التعامل، ما تديريش زي ما درتي في سوريا هجوم حاد على الحكومة السورية. خليك هيك باش ما نبوش شوي تركيا فضحتهم. هجوم حاد دار أردوغان وجماعته خرب عليهم. قال لك هذا واحد من الناس اللي خربوا. الاخوان خربوا علينا لانهم تصرفوا بهوجائيه وتسرع، وتركيا خربت علينا لانها تصرفت ابدت موقفها علنا العداء العلني لمصر. بحيث نتمكن من لعب الادوار التي سوف توكل اليها بشكل ذكي. شوف بالله المخابرات وين تلعب. قالوا تركيا ما نبغاش تدير فسد علينا، دارت ان القصه ما نبغاش لانها عندنا ادوار لها نبغى نكلفوها بها تديرها بشكل ذكي. النقطه الثانيه قال لك العمل على اعاده انضباط السعوديه. طبعا هم عارفين موقف السعوديه مع الشعب المصري. قالوا بنعاود اعاده العمل، اعاده انضباط. شوف كلمه اعاده انضباط يعني انت كنت منضبط مع هذا الحلف، مع هذه المخابرات، لكن لما جت المواقف المصرية أو الثورة المصرية صار لك تحييد أو خذيت جانب آخر. نبى نرد السعودية لوضعها الأول إنها خاتم في دينا. إعادة ضبط انضباط السعودية والاعتماد على والاعتماد على مخابرات المملكة بدل المرور بالقنوات العادية، وعدم شوف الكلام، وعدم التعويل على قرارات الملك. إذا كان عندي صوت بالله حرارة أعطوني إشارة. أشوف في صقور فاتحة اللي في رقم 2. شكرا. قال لك ما عادش بنعولوا على الملك وقراراته، الملك السعودي، بنعولوا على المخابرات السعودية. يعني حتى المخابرات السعودية مخترقينها مجندينها لحساب أنفسهم بعيد عن الملك. خلي الملك كان يبعث دعم لمصر، يبعث كان بيبعث فلوس، يبعث، لكن شغلنا مع المخابرات السعودية معاش مع الملك، رغم الحاجة للمحافظة على شكلية الحكم. ما ناش ماسين الحكم في المملكة، لكن يا ترسرت ضح منك لقط صوت يا ترسرت. يا ترسرت النت ضعيف عنده في الزنتان شوية بس، خليه يشوفوه. صوت
صوتي واضح هنا يا حرارة؟ نور يا مبدأ. تمام يا لواء. نور شهداء ماجر. تحية ليك يا شهداء ماجر. تحية ليك، منورين. بارك الله فيكم. خلنا نستنوا شوية. شكرا. خلنا نستنوا شوية بارك الله فيك على الوردة يا شهداء ماجر. تاخذ قطعة في الورد. تفضل يا ترسلت. تو اسف مش عارف، وصلنا لنقطة الأردن. قالوا الأردن هذا في بنودهم تكليف الأردن وإسرائيل أنهم يوفروا الموارد المطلوبة وإدخالها لمصر عبر صحراء النقب وسيناء. هذه الأردن الهاشمية الأردنية الدولة العربية مكلفينها هي وإسرائيل تدخل الموارد المطلوبة. شنو الموارد المطلوبة اللي تبيها مصر؟ كان مو سلاح وإرهابيين. واضح الصوت يا شباب؟ شكرا. هذه بالنسبة للأردن. قالوا علينا ان احنا تعزيز التنسيق بين الأردن وإسرائيل، إصدار وعود لحماس بواسطة قطر وتركيا بقصد تمكين خطها السياسي والحفاظ على دورها متناسقا مع برامجنا. هذه حماس فضحوها حتى نعطوا حماس وعود ما نعودوش احنا الغرب، تعودها تركيا وقطر بحيث انها تقعد يمكنوها من الخط السياسي، تقعد في المشهد السياسي وتحافظ على دورها اللي هو منسق مع برامجنا. يا ترسرت ما عندهاش صوت ترسرت ولا؟ اي تمام. يا ترسرت راهو الاخ صوت طاح منك. حماس اللي تدعي المقاومة. تمام. امين رقم 2. معليش راهو المكان اللي فيه صوت النت ضعيف. بالنسبة لي حماس قالوا حماس حنوفروا لها الوعود بواسطة قطر وتركيا. هذه حماس تفضحها. إصدار وعود لحماس بواسطة قطر وتركيا بقصد تمكين خطها السياسي والحفاظ على دورها متناسقا مع برامجنا. هذا من الغرب، المخابرات الغربية. قالوا يا تركيا وانت وقطر وفروا الوعود لحماس انك تقعدي في السياسة وتقعدي في السلطة في غزة وفي المشهد السياسي، لا يمسك حد ولا نحولوكم يا جماعة حماس وتقعدوا على رأس السلطة في غزة وتستمروا في خطكم السياسي متضامنين ومتوازي خطكم هذا مع برامجنا، برامج المخابرات. هذا بالنسبة لي حماس. بالنسبة لي شوف هذا بند ليبيا. وصلنا في بند ليبيا. إعادة تنظيم العلاقة مع إخوان ليبيا. إعادة تنظيم العلاقة مع إخوان ليبيا وتنظيم خط النقل الصحراوي على المسارين الساحلي والصحراوي. إعادة تنظيم العلاقة مع إخوان ليبيا. عرفتوا تو الآن سبب صراع الإخوان المسلمين في ليبيا وحزب العدالة وش اسمه بيموت على السلطة. ليشو؟ مش غير علشان الفلوس ويلموا الملايين، علشان هم مكلفين من أسيادهم من فوق. هذول إخوان ليبيا. إعادة تنظيم العلاقة مع إخوان ليبيا
ليش؟ شو بيديروا بهم اخوان ليبيا؟ قال لك تنظيم خط النقل الصحراوي، باش امتى ما مصر تحتاج دعم، اخوان المسلمين في مصر يحتاجوا دعم، يد خط النقل موجود بين اخوان ليبيا واخوان مصر، باش مصر نضمن انها تقعد سنتين في الحرب الاهليه. كان هيك مخطط ما يفشل. بركتك وبركة الصالحين، ناض اخواننا في برقة داروا شنو اسمه هذا، اقليم برقة، لا عاد في نقل ولا عاد في اخوان المسلمين يهربوا لمصر شيء، كان غير على البحر، والبحر قاعدت لهم القوات المصرية اللي ممكن توقعوا ان اي بارية غربية تضرب زورق مصري. يعني خط الامدادات اقليم برقة قطع، ما عاد في خط امدادات يمشي لمصر. لهذا الحرب الآن حيوجهوها لإقليم برقة من أجل حاجتين: السيطرة على موارد النفط، 2 تأمين خط امداد بري زي ما أوصى به هذا الاجتماع. عليكم السلام. ووضع برنامج للتعاون مع القوة الصديقة في السودان، وتنظيم خط تموين إلى وسط وجنوب مصر لإعادة تنظيم المواقع في وادي حلفة. عنده مواقع للإخوان المسلمين في وادي حلفة والنسق غادي في جنوب السودان، في السودان عفوا، باش نوصلوا التموين إلى وسط وجنوب مصر. إعادة فتح خط تشاد إلى درب الأربعين وبحيرات توشكا، هذا كله مش. وتعيين ضابط اتصال فرنسي مع السلطة المحلية في تشاد. تنشئ الولايات المتحدة خلية لإدارة الأزمات، تنسق كل نشاطات إدارة الفيدرالية المتعلقة باستراتيجية المشرق، ويتم مركز إصدار التعليمات في هذه الخلية. على الحلف أن يشكل خلية مماثلة تنسق بين أعضاء الحلف يرأسها ممثل الخلية الأمريكية. تنظيم جلسة مراجعة دبلوماسية لأعضاء الحلف، واعتماد مواقف متناسقة مع توضيح واضح للأدوار وصياغة فلسفة متكاملة. تحييد، شوف النقطة الأخيرة، تحييد إسرائيل عن كل الأوجه الظاهرة والمنشورات والعمليات، وحصر وظائفها بالأعمال والعمليات المستورة. يعني ما نبوش نطلعوا إسرائيل إن هي لها علاقة ولا لها يد في مصر ولا لها يد في أي قصة، لا في ليبيا لا في شيء. تحييد إسرائيل، خلوها محايد، وما نبوش نكلفوها بأي في الواجهة، ما نبوش في الواجهة. ولا العمليات اللي بنكلفوا بها إسرائيل تكون عمليات مستورة، هيك ذاكرين بالحرف الواحد، عمليات مستورة. هذا باش يطلعوا إسرائيل من القصة. تعيين خلية إدارة الأزمات التابعة للحلف مندوبة للتنسيق مع كل الدول والأجهزة الإقليمية والمحلية، مع اعتماد نظام مواصلات موحد في كل منطقة، مركز العمليات المواصلات والمعلومات الجغرافية، وبنك الأهداف، مع الأخذ بعين الاعتبار نقاط الضعف الفني في هذا المركز وتوفير التجهيز الذي ينقصه. دارين بنك اسمه بنك الأهداف، أهداف مشروع كذا 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 كذا. البنك مسؤول عليه المخابرات الأمريكية، خلية في المخابرات الأمريكية هي اللي تحدد أي هدف تم تنفيذه. ونشوف البنك هذا قال لك إذا كان محتاج لأي تجهيزات. وتبقى القاعدتان البريطانيتان في قبرص مكلفتان بتأمين سهولة التخابر والتواصل بين نقاط العمل الميدانية. من نقاط العمل الميدانية؟ العملاء اللي هم في الأرض، عملاء في مصر الأخوان المسلمين، والأخوان المسلمين في ليبيا، والمقاتلين اللي في سوريا، والجماعة القاعدة اللي في السودان. تنظر الولايات المتحدة إمكانية إعادة تأهيل وتجهيز قاعدتها في الأردن
وأنجرليك في تركيا، يعني عندهم قاعدة في الأردن نعاود نجهزوها من جديد، هي والقاعدة التركية، بقصد تنسيق أساليب العمل وتوحيد القيادة وتنظيم الحضور الإقليمي. بعدين قال لك أن غياب التنسيق الإقليمي والمحلي قد كلفنا الكثير من الوقت الضائع والموارد المهدورة. إن الخلافات بين السوريين حول إدارة عمليات زعزعة النظام وبين العراقيين حول مواجهة تمدد التأثير الإيراني قد أدت كلها إلى فشل ما زلنا ندفع ثمنه على الساحة الدولية، خاصة أن مفاوضاتنا مع الصين على الأجندة الآسيوية ومفاوضاتنا مع روسيا على الأجندة الأوروبية والمتوسطية يجب رفع التنسيق إلى مستويات مقبولة. أنا ما نبيش نطيل عليكم الكلام واجب، لكن نعطي لكم النقاط المهمة اللي هي مسببت لهم مشاكل. أولا الشعب المصري وثورته اللي فاجأهم بهذه المشكلة. ثانيا الوضع الأمني في ليبيا الغير مستتب، والانفصاليين جماعة فيدرالية ومش عارف منه، هذا مسبب إرباك لحركة الأخوان المسلمين في ليبيا، مش قادرين يؤدوا مهمتهم المكلفين بها رسميا، ما مش قادرين يؤدوها بأكمل وجه حتى يثبت المشكلة. رابعا صمود غير ما قالوها بفصيح العبارة، صمود الجيش السوري والنظام السوري والتذبذب في اللي صاير في المعارضة والمشاكل اللي صاير في المعارضة سبت لنا تأخير في أجندتنا ما زلنا ندفع في ثمنه، وخاصة ان احنا جلسنا مع الصينيين نفاوضوا فيهم على الأجندة الآسيوية. شوف يبقوا قدموا تنازلات للصين على أمور في آسيا زي تحرير السوق الصينية الآسيوية وتحرير الصادرات والواردات في الصين، وجايب إغلاق بعض القواعد غادي في الصين في آسيا، وزي التوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية. هذين ممكن يقدموها للصين مقابل أنها تراجع على دعمها للحكومة السورية. ومفاوضاتنا مع روسيا على الأجندة الأوروبية والمتوسطية، يعني على الأجندة الأوروبية قصدوا بها الدرع الصاروخي، والمتوسطية تخلي عليه بشار مقابل نعطوك حليف آخر في المتوسط. هذين مشكلة تايوان بالفعل. هذه بالنسبة لي يعني والله غير مش مجهزها من النقاط، وسعوا بالكم معي شوي بس نقراهن. ضبط الاتصال مع الوحدات المحلية العاملة ميدانيا بقصد فرض توحيد التصرف السياسي على الجميع وحماية تناسق الخطة. يعني لازم يكون عندنا العملاء الميدانيين والصحفيين اللي هم مخابرات، لازم يتم ضبط الاتصال بهم باش احنا خطتنا تبدأ في حماية. السيطرة على شبكة الاتصالات القطرية في سوريا والعراق وتحويل قياداتها للسعوديين. يقصد السعوديين مش الملك، هم قالوا بيشتغلوا مع المخابرات، ما ناش بيشتغلوا مع الملك. السيطرة على شبكة الاتصالات القطرية مش القطرية، القطرية في سوريا والعراق وتحويل قيادتها للسعوديين. السعوديين هم اللي يتكفلوا بقيادة هذه الشبكة. التنسيق النشط والتفصيلي مع الفريق السعودي ومنع التجاوز والمبادرات الفردية. يعني يا سعوديين يا مخابرات ما تديروش أي مبادرة فردية لين ترجعوا لنا. تكليف فريق بريطاني للأعمال اللوجستية على الجبهة الجنوبية والغربية، وفريق أردني إسرائيلي لجبهة سيناء والنقب
كل ذلك تحت القيادة الموحدة للجنة إدارة الأزمات في مصر. دارين لجنة هم اسمها لجنة إدارة الأزمات، اللي هي اجتمعت، هذا اللي دار اجتماعها. وقالوا كذلك تذكرنا القيادة السياسية بأن قرار مقاطعة مصر اقتصاديا قد تم اتخاذه. القيادة السياسية لدول الناس المجتمعة بلغتهم، قالت لهم راهو احنا خذينا القرار السياسي، القرار الاقتصادي لمقاطعة مصر اقتصاديا، لكن ماناش منفذيننا إلى حين موعد، على أن يبقى القرار مكتوما إلى حين الموعد مناسب للمباشر بهذا المسار. يعني تبوا خلوه خايضة وبناخذوا شو اسمه يقولوا لها، أخذوا عطاء، قاعدين في تجاذب مع المصريين لين يجي موعد تنفيذ هذا القرار نعلنوه. وبهذا تبلغنا القيادة السياسية أن الذي سوف يركع مصر هو الجانب الاقتصادي. واستنتج الحضور حاجتهم للتركيز على السيناريو الذي يؤخر أو يمنع الاستثمار في مصر، ويصعب تمويل المشاريع في أسواق المال الدولية. بيديروا بلبلة في مصر اقتصاديا، بيدمروها اقتصاديا. هم عارفين ان اللي يركع مصر الجانب الاقتصادي. لعبوا على الجانب الشعبي ما فيش فايدة، لعبوا على الجانب الديني من خلال الأقباط ما فيش فايدة، يعني لعبوا على جميع الأوتار، ما فيش إلا الجانب الاقتصادي بنركعوا به مصر. كيف؟ لو قلنا معاش بنمونوا مصر، معاش بندفعوا لها معونات، تطلع لنا السعودية وتطلع لنا روسيا وتطلع، لا ما ناش كاينين هيك. بنديروا خلية تشتغل بحيث انها تعطي إيحاء للعالم، ان مصر ما هيش بيئة مناسبة للاستثمار. بجميع المستثمرين الأجانب في مصر يهربوا وما عاد يجي حد. هذه نقطة. النقطة الثانية، إطلاق حملة للتأثير على سمعة مصر الإدارية والمالية. شوفوا الحملة اللي بيديروها. أنت مستثمر ماشي لمصر ما عاد تمشي لها، راهي مشاكل، راهي قتل، ما عاد استثمار، راهي مش عارف شنو. أنت تقول لا فكري من فلوس هذين نحطهم في قطر خير والله في الإمارات، ماني من مصر. تكليف مؤسسات مالية اختصاصية للمراهنة المالية على العملة المصرية للتأثير على قيمتها. بيجهزوا شركات خاصة بالمراهنة بيش تضرب العملة المصرية، بيش تنتهي ما عاد تسوى. يعني 100 جنيه في جيبك مصريات ما عاد ياخذ لك حتى طاس قهوة، خلاص. تنفيذ حصار للبلد في المؤسسات المالية الدولية، يعني صندوق النقد، صندوق شو اسمه، الصندوق الدولي بتاع القروض، بيسكروا عليهم. جميع الدول ما عادش تعطيها معونات، حصار نهائي من المؤسسات الدولية. بعدين جو للأمن، قالوا إن إنجاح مهمة زعزعة الأمن في مصر يستوجب إجراءات نبقى مسيطرين عليها تماما لتفادي الارتجال وتصرف المحليين الأهوج. المحليين اللي هم يقصدوا بهم عملائهم الإخوان. التأكد من استحداث شبكة مالية لاستبدال شبكة الإخوان التي تجري تصفيتها الآن. قالوا الإخوان، أنتم عارفين الإخوان في مصر محلاتهم وشركاتهم تعرضت للحرق وتعرضت للتدمير، وما يلقوا محل تبع الإخوان يمول في الإخوان دمر الشعب المصري. فقالوا لا، يعني خلاص الشبكة المالية بتاع الإخوان اللي تعرضت للتخريب في مصر والدمار لازم نطلعوا نستحدثوا شبكة بديل لها، شبكة بديل لها. أي بالفعل يا فداء. وضع تفاصيل خطط التمويل بالذخيرة والتجهيز عن طريق النقب. شوفوا التو خشينا في الأمور العسكرية. قالوا نديروا تفصيل خطة باش نمونوا الحرب الأهلية في مصر بالذخيرة وتجهيزات عن طريق منه؟ عن طريق النقب اللي باتكافل به الأردن وإسرائيل قلنا، وعن طريق السودان وليبيا وتشاد، وخطط تمركز في سيناء تستوجب هذه التحضيرات بعض الوقت
لذلك يجب فصل المستودعات المعدة للاستعمال الحالي عن تلك التي تتعلق بإطلاق العمليات لثورة جديدة. يبقى التواصل والتخابر من مهمات مش عارف شنو الأهداف الجديدة عند المهم دارين أهدافهم. قالوا الأهداف الجديدة بتاعنا عند انتهاء الاستعدادات يجب أن تكون لائحة الأهداف قد تم. هذا الأهداف من قلنا بيحددها بنك الأهداف اللي هم جاهزين في القاعدة البريطانية، قد تم التحقق منها ومودعة في بنك الأهداف. يعني الأهداف جهزناها وتأكدنا منها وحطيناها في بنك الأهداف سرية جدا، وتغطي التصنيفات التالية: أنابيب الماء والغاز المحلية. شوف الأهداف اللي هم ناويين يشلوا بها حركة مصر. أرى مش مقصود منها مصر، يعني هذا الكلام كله مش مقصود منه مصر فقط، لكن هم عارفين أن نهاية مصر نهاية شمال أفريقيا بالكامل، ونهاية سوريا، وبعدين نهاية السعودية. فقال لك نضرب أنابيب الماء والغاز المحلية، المحولات والمقاسم الكهربائية، شبكات الكهرباء، الجسور الرئيسية، الألياف البصرية، قواعد الرافعات في الموانئ المختلفة. يعني حتى قواعد الرافعات الولج اللي نقولوا احنا ولج ما هوش سالم منهم، المستودعات الكبرى للبنزين والغاز، عبارات النيل وقناة السويس. وعلى الأهداف التي يتم اختيارها أن تستوجب ردودا من السلطة المصرية لها كلفة شعبية عالية. يعني أي هدف نختاروه لازم يكلف السلطة المصرية تكلفة عالية بحيث يسبب تململ في الشارع المصري، زي ما صار زمان احنا في الأزمة لما صارت أزمة البنزين وأزمة الكهرباء. الناس صارت تتململ، كيف بنزينة ما فيش، كيف مش عارف ايش ما فيش. هذا كله مفتعل، مش لأن ما عندناش بنزينة ولا ما أن المؤسسة الوطنية للنفط ما كانش تشتغل. هذا كان مخطط باش الشعب المصري يبلبل باش الشعب المصري يصير عنده يعني إحباط وقلق إنه يا ريتني خلينا مرسي وخلينا الإخوان وخلاص، ولا خشينا في هالقصة. وتكلف الحكومة المصرية تكلفة عالية مع مفعول يؤدي إلى التململ الشعبي. بالله يشوفوني بكر. والحفاظ على حالة من التوتر في مصر مبنية على الاحتجاجات ومظاهرات محدودة وسلمية بقصد استدراج العطف الداخلي. بعد ما يصير هذا كله في مصر نطلعوا مظاهرات سلمية ومحدودة باش نستدرجوا العطف الداخلي، باش نجيبوهم في صفنا، ولكن أيضا بقصد كسب الوقت حتى يتم استكمال الاستعدادات مع الإصرار على عدم تهور القيادات الإسلامية. الطلب من الدبلوماسية كلها التعاون من أجل الحفاظ على حد من الضغط على الحكومة المصرية، ولكن دون الوصول إلى شفير القطيع. جميع الدبلوماسيين الدول اللي معنا قالوا ضروري تضغطوا على الحكومة المصرية، لكن بدون ما توصلوا للمقاطعة. كل دولة تطلع بالبيان: أنا نفند ما يحدث، أنا كذا، أنا نفند استعمال مفرط القوة للجيش المصري، أنا ضد استعمال كذا، بنجتمع ضدك يا مصر، ولكن من غير ما نقطع العلاقة مع مصر. قال لك التي لا تفيدنا، المطلوب كسب الوقت في الوقت الراهن. هذوم إن شاء الله ما نكونش طولت عليكم. هذا المخطط، هذه الوثيقة السرية اللي وصلت إلى المخابرات الروسية، ووصلت إلى المخابرات الصينية، ووصلت إلى المخابرات العالمية كلها. سربت يوم 19، الاجتماع كان يوم 16 وانتهى يوم 18. سربت هذه الوثيقة يوم 19، وصلت إلى المخابرات الروسية اللي عرفت. هي أصلا المخابرات الروسية مش محتاجة تعرف، ولكن أكدت ووضحت لهم أن المخطط اللي يحدث في شمال أفريقيا مخطط صهيوني
غربي لما نقولوا الاخوان المسلمين سقوطهم في مصر، يطلع واحد يقول والله ايش دخلنا بهم، يطيحوا والله يقعدوا، ما لنا علاقه، غنى له ببلادنا. اذا كان الاخوان المسلمين في مصر موجودين، انت مالك عيشه في ليبيا. اذا سقط الاخوان المسلمين وتريحت مصر واستقرت مصر، انت بعدها ب 48 ساعه تستقر. اللي اربك هالخطبه كلها اللي دايرينها، اللي اربك هالخبراء والقيادات المجتمع في المانيا، هو الشعب اللي حاولوا يضحكوا عليه بالدين. مناصرة الشعب لبعضه وفضحه للحقائق هو اللي أربك خططهم، اللي قالوا احنا نحتاج سنتين باش نأمنوا أنفسنا. هم الآن يسابقوا في الزمن. أنتم صراع الآن مع أقوى مخابرات العالم. صراعنا مش مع جردان والله ما هم فاهمين حاجة ولا ليهم علاقة بحاجة. أعطيهم دوشكة يركبوا عليها و2000 دينار كل واحد ويسكروا في الليل، ما ليهم علاقة بهاللي صاير. اللي صاير هذا أكبر منهم. يبوا 10 سنين، أين 10 سنين؟ يبوا 100 سنة باش يفهموه. لو ندخل في غرفهم الآن ونقرأ عليهم التقرير والله العظيم يرقدوا، ما هم عارفين، ما هم فاهمين منا كلمة. أعطيهم يخنبوا، أعطيهم يقتلوا بعضهم، يغتصبوا، يسكروا بالليل، وبنهاية الشهر يمشوا ياخذوا مرتباتهم، وكان معطوهم في مرتباتهم يمشوا يحتلوا مكان ويهدوا القوة. هذا من الجردان، لا لوم عليهم، ما همش عارفين المصيبة اللي حالنا به. لهذا الصراع في ليبيا هو نفس امتداد للصراع في مصر، امتداد للصراع في مصر، تكمل ليه. تونس كذلك. القضاء على أي إخوان، قضاء على إخوان في مصر هو قضاء على إخوان في ليبيا. القضاء على إخوان في ليبيا هو قضاء على إخوان في تونس، والعكس. الآن يسألني واحد يقول لي باهي هاد الدوشة اللي هرجت لنا بها دماغنا ودرت لنا إزعاج بها، ليك ساعة تخرط وتقرأ علينا في كلام كبير. شنو احنا فايدتنا المواطن الليبي أنصار معمر القذافي؟ شنو فايدتنا من هالقصة؟ طمنا، شنو فيه؟ احنا وين بنوصلوا؟ احنا ايش بيصير فينا؟ إذا كان أنت يعني نعطيكم مثل بسيط، واحد واخد ولده وماشي بيه للمستشفى بعيد عن السامعين، مريض، طفل لا يتكلم ولا شيء، طفل مازال ما يعرفش حتى حروف، ورفعت لي لدكتور، الطفل غير واخذ عياط وخلاص، ورفعت للدكتور. تو الكبير لما ترفع على الدكتور يقول لك والله يوجع فيه قلبي، صدري، بطني، عندي مغص، عندي عمود فقري، عندي رجلية، عندي راسي. هذا كبير يفهم، لكن الطفل ما يفهم. لما ترفع الدكتور يجب يعني علشان يعالج الدكتورك أول شيء يشخص الحالة، تشخيص الحالة. لو طحت في دكتور، حي الله دكتور أي واحد، هو عنده إسهال ومغص ويقول لك الوليد عنده ودنه توجع فيه، هكي ودر لك العيد، راح العيفة ودر عليك لأن ما شخصش الحالة، بالتالي لا يمكن علاجه، حيعطيه علاج للوذن.
هذه هي الحالة بالضبط في الوطن العربي وفي ليبيا بالتحديد. إذا ما شخصناش الوضع علشان تفهموا أنتم وين ماشيين يا شعب الليبي، راهي مش قصة مؤيد ومعارض، هذه دخلوكم فيها علشان يوصلوا للنقطة اللي في البداية قلنا عليها. قالوا لازم 6000 قتيل شهريا في هذه الدول باش احنا نأمن أنفسنا الغرب. دخلوكم في مؤيد ومعارض وجرد وطحلب واحتل المنطقة هذه، لا أستقر علي بن وليد، لا أضرب مش عارف شفانة، لا دخل، وانتم مغيبين باش يوصلوا للمعدل اللي وصلوا له في العراق وسوريا. إذا ما شخصناش الحالة ما نقدرش نعالج الوضع. الحالة الآن احنا أمامنا تقرير سري وصل موجود الآن في النت تلقوه. لما تفهم هذا التقرير جيدا تعرف أن اللعبة من بدايتها من البوعزيزي اللي كانت الجزيرة جاهزة أمامه بالكاميرا، مواطن عادي على فكرة. بوعزيزي ما انتحر، كانت كاميرا الجزيرة جاهزة، جابوه وصبوا عليه بنزين ولعوا فيه النار وسوقوه للجزيرة على أساس أنه مواطن مغتاظ من الحكومة ومن تصرفات زين العابدين وأزلامه، وطلع في الشارع ولع فيه النار باش يشتاط الشارع التونسي في سيدي بوزيد باش تولع الشرارة الأولى في تونس. إذا ما فهمناش من البداية ليش أسقطنا تونس وبعدين يعني تعدينا ليبيا نقزناها ومشينا لمصر أسقطنا حسني مبارك، وبعدين جينا لليبيا أسقطنا النظام الجماهيري وقضينا على معمر القذافي، وبعدين يعني توقعنا أن خلاص سيطرنا وحطينا الأخوان المسلمين في هذه الدول الثلاث وقاعدين نبغى نسقطوا سوريا. نتفاجأ بالشعب المصري، هذا قالوا هم، قالوا صدمة سيئة لنا، يضرب الناس اللي مكناهم في مصر ويقضي على الأخوان المسلمين. يلا يا حلفاء بسرعة خلينا نجتمعوا في ألمانيا باش نديروا حل. كان قضوا على الأخوان المسلمين في مصر، الثورة السورية حتنجح، عفوا القيادة السورية حتنجح ضد الثورة الزفت اللي صار غادي، وحينجح بشار الأسد، وبالتالي حتنجح الثورة الليبية اللي حتحدث الآن في ليبيا. القبائل الليبية حتحدو حدو الشعب المصري. حنخسر منطقة عمليات مهمة جدا بالنسبة لنا، وحتكون هذه المنطقة حرة خارجة عن إرادتنا، بل بالعكس حتدخل البديل اللي هو الأسد الروسي، حيدخل البديل لنا. بدل من كانت لنا أيدي سلطة في هذه المناطق حتدخل روسيا كمسوق تسوق نفسها، وحيرضى بها جميع الشعوب لأنها ما هيش دولة استعمارية. حترضى بها ليبيا وحترضى بها تونس وحترضى بها مصر وحترضى بها سوريا. إذن روسيا كسبت شمال أفريقيا بدون ما قدمت أي تنازلات. هذا هم اللي خايفين منا. أنتم الآن فهمتوا اللعبة جيدا، وأنتم الحمد لله فاهمينها كويس من البداية، ولكن باش نوضحوا الأخوان المسلمين، اوعوا تفكروا ان الأخوان المسلمين راهو خلاص أمريكا ما عادش تبيهم. والله أمريكا لا أمريكا تبيهم قاطع على الأقل 2 سنين. احنا لازم نحدو حدو الشعب المصري كلنا الليبيين بالكامل، ونحارب مخطط الأخوان المسلمين في ليبيا في أي مهمة يكلفهم بها هذا الحلف. بالفعل هي تدعم فيهم من أجل مصالحها مش من أجل شيء ثاني. هي قالتها بالحرف الواحد، قالت غير خلوا لي 2 سنين بس في الأخوان المسلمين وبعدين لكل حالة حديث. ولكن أولا هذا التقرير سبب مشكلة للكرسي الرئاسي في أمريكا من المعارضين للرئيس أوباما. فضيحة تعتبر
من فضايح البيت الأبيض، اللي نعتبر أن هذا التقرير هو الشاهد الحقيقي على تواطؤ الرئيس أوباما والحكومة الأمريكية مع الإرهاب، اللي هم يدعوا في الإرهاب. ما تصدقوا هو يطلع شو اسمه الظواهري ولا ما شو اسمه بالله، يطلع ويقول لك احنا بنفجر المصالح الامريكيه وبنضرب المصالح الامريكيه هذا كله مفبرك مجهز. اطلع يا ظواهري قولوا وقول، اطلع يا وسام بن حميد قولوا بنفجر وبندير المصالح الامريكيه، اطلع يا مش عارف منو، باش يبدا لنا وجود احنا كامريكان نحاربوا في الارهاب. هذا كلهم يعني هذول اللي يسموا فيهم القياديين الميدانيين تاعينا اللي ما يذكرون في التقرير. لكن تقريركم كوم واجتماعكم كوم، وما يحدث في الأرض الليبية كوم، وما يحدث في الأرض المصرية كوم، والانتصار اللي فيه الحكومة السورية الآن بشار الأسد وجيش السوري كوم، انتصار الجيش المصري أفسد عليكم جميع مخططاتكم. الربكة اللي الآن فيها ليبيا والحوسة اللي فيها الإخوان المسلمين هذه الشعرة التي قصمت ظهر البعير. مثل ما تساقطت هذه الدول تتابعا حترجع بنفس الوتيرة، بنفس الكيفية اللي سقطت بها. شكرا على الاستماع. إلى الأمام.